عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ شا تكونوا بخير وعلى خير. لكم وحشه. اليوم جيتكم بوصفه البسبوسه يا خواتاتي، تجي بزاف خفيفه ومشربه روعه. اول حاجه نبدا بها هي الشربات. ندير جوج كيسان تاع السكر. هنا كيسان تاع السكر ما عمرتهمش مليح باش هذاك الشربات ما يجينيش حلو يكهم. ونزيد عليه كيسان تاع ماء. صدقوني جربوها قلت لكم تجي خفيفه هشيشه وتدوب في الفم. هنا كيما راكم تشوفوا زدت الكاس الاول تاع الماء، زدت الكاس الزاوج. المهم هي ما تشدش الوقت اللي راكي درتي البسبوسه. في الاخر زيد كاس الرابع. نجيب داك الليم اللي قطعته غوندير. هنا شي نقول خواتي ريحه الليمه هذه ريحه في الكوزينه. نخلط داك السكر مليح باش ما يقعدليش راسي تحت. انا نخلطو مليح داك السكر ونحطو على نار تكون قليله، غير تشوفوه يبدا يغلي حسبوا له 10 دقائق، نطفوا عليه ونخلوه على جهه يبرد ونروحوا للعجينه. هنا نحتاجو فيها 3 حبات تاع بيض. قلت لكم جربوها وردوا عليا خبر، تجي بزاف خفيفه وهشيشه. هنا كيما راكم تشوفوا 3 حبات تاع بيض. هنا راني نقلع قشره تاع البيض طاحت لي في البيض. نزيد لها رشه تاع ملح وكاس سكر. نخلط داك السكر مليح مع البيض. نخلطو مليح داك السكر والبيض. واحد البسبوسه يا خواتي تجي بزاف خفيفه، اش نقول لكم والله ما عندي ما نقول لكم. وهنا اللي كنخلطو مليح داك البيض والسكر حتى داك السكر يذوب لنا. وهنا نزيد لها قشور الليمون، اللي ما عندهاش قشور الليمون تعطرها ثاني بلا فاني. نجيب داك زيت دو سيترون. هنا اش نقول لكم يا خواتي ريحه الليمه راها دايره حاله في الكوزينه والله خواتي اللي يقلع الغمه والله يقلع الغمه. نخلط مليح داك قشور الليمون. نزيد كاس تاع زيت. انا نزيد لها كاس تاع زيت. نخلط تاني داك الزيت نخلطو مليح. هي مقادير سهله ومكونات موجوده في البيت. ميم تقدري ديري بها قهوه العصر لوليداتك ولا يجي عندك ضيف الغفله راكي حضرتيها ليه وما تديش الوقت. نقولوا حاجه سهله وبسيطه. هنا كيما راكم تشوفوا نخلط مليح. ونزيد لها كاس حليب. الحليب ما يكونش حامي بزاف، يكون دافي داك ما تحموش مليح. كيما راكم تشوفوا الكاس غير اللي عبرت به غير هو غادي نعبر به السميد. نخلط داك الحليب تاني مليح. قلت لكم هي وصفه سهله وسريعه وليه راكي درتي البسبوسه تاعك تحضريها في رمشه عين. نخلط مليح داك الحليب. والسميد من ديك النوعيه تكون رقيقه، واللي ما عندهاش السميد رقيق تستعمل السميد مويا متوسط. ميم بالمتوسط وتجي شابه. وهنا السميد استعملت قلت لكم هذيك النوعيه تكون رقيق. هنا كيما راكم تشوفوا درت الكاس الاول تاع السميد. من الاحسن تجربوها بالسميد الرقيق وتردوا عليا خبر. تجي ما شاء الله تجي روعه، تجي شيشه خفيفه وتذوب في الفم. هنا كيما راكم تشوفوني خلط داك السميد خلطه مليح. نزيد كاس الزاوج. نخلط تاني داك السميد. قلت لكم تجي شابه خفيفه وتذوب في الفم. صدقوني ماذا بيا تجربوها وطوني رايو خليو رايكم في التعليقات. وانا نزيد لها نص كاس تاع فرينه. هنا كيما راكم تشوفوا غنزيد لها نص كاس تاع فرينه. ونزيد عليها 2 اكياس من الخميره الكيميائيه. هنا غنجيب الكيس الاول ونزيد تاني الكيس الثاني. نخلط كلشي مع بعض مليح. يا خواتاتي يا البنات جربوها قلت لكم تجي خفيفه هشيشه وتذوب في الفم. والبنه روعه ما نحكي لكمش. هنا كيما راكم تشوفوني خلط داك السميد والفرينه نخلطو مليح. قلت لكم صدقوني جربوها سيرتو بالسميد الرقيق تجي ما شاء الله تجي روعه.
حتى نتحصلوا اخواتي لهاد الخليط. هنا كيما راكم تشوفوا لي خلط مليح حتى نتحصل هاد الخليط. وهنا نجيب مول ولا طاجين اللي عندك دهنيه بالزيت. هنا كنت ديجا دهنتها بالزيت. هنا جبت طاجين نفرغ داك الخليط تاعي في الطاجين كيما راكم تشوفوا جا خفيف. وقبل ما تدخلوا ديك البسبوسات تاعكم في الكوشه تكونوا ديجا شاعلين عليها من قبل باش تحمالنا، باش كي ندخلوا ديك البسبوسات تاعنا طيب تجينا طالعه منفوخه. وهنا البسبوسات تاعي ندخلها في الكوشه طيب، طبعا النار تكون متوسطه. كي نشوفوها طابت من تحت نشعل عليها من الفوق نخليها تحمر. وانا قلت لكم غادي ندخلها في الكوشه نخليها طيب ونشوفها مع بعض هي طايبه. وهنا البسبوسه تاعنا طابت وتحمرت. الله الله وريحتها راهي دايره حاله في الكوزينه اخواتي شي نقول لكم. وهي حاميه نشرب هذاك الشربتها بالعقل باش تشرب مليح وتجينا معسله وطريه من الداخل. وقلت لكم تدوب في الفم. جربوها وخلوا رايكم في التعليقات اخواتاتي. انا راح نخليها تشرب مده نصف ساعه ونشوفوها جاهزه مع بعض على طبق التقديم. وهذه هي البسبوسه تاعنا طابت. شوفوا كي جات ما شاء الله، جات عاليه مشربه. هنا كنت زينتها بنواة كوكو. غادي نقسم معكم شوفوا كي جات. والله يا خواتي نقسم فيها جاتني شيشه خفيفه وطريه والبنه قلت لكم روعه. صدقوني جربوها. هنا نقول لكم شهيتكم في الجنه. ندير داك الجام ونتلاقى في فيديو اخر والى اللقاء.